مش عاجبني لكن هحتفظ بيه لأنه كان هدية. عمرك سمعتي الكلام ده أو يمكن أنت نفسك اللي قلتيه؟ أنا ريم من فريق كالمنزل، والنهاردة هنغطي 10 مفاهيم خاطئة ليها علاقة بالتنظيم يمكن تكون بسببها بيتك مكركب. وفي آخر الفيديو هقولك أنهي مفهوم من ال10 دول بنشوفه بيتكرر أكتر حاجة، وهقولك كمان رقم 11 كبونس كده، بس هو عايز استفاضة شوية، هنعمل عنه إن شاء الله في المستقبل فيديو كامل لوحده. الفيديو متقسم أجزاء، تقدري تضغطي على اسم أي جزء منهم عشان تروحي له على طول. يلا بينا. رقم 1 لازم احتفظ بيه لأنه كان هدية. الكلام ده بنسمعه كتير قوي، الهدية بمعناها. وخليكي دايما فاكرة ان الحب والامتنان كانوا في اللحظة اللي انت اخدتي الهدية من الشخص اللي اداهالك وشكرتيه من قلبك فعلا، مش بس شكرتيه. لكن لو بعد كده الهدية دي مركونة ومش بتستخدم، ويمكن حتى ما تكونيش بتشوفيها ولا بتلمسيها، يبقى ايه الفايدة؟ افضل بكتير انك تتخلصي منها، وده هيساعدك ان البيت يبقى رايق، مش مكركب ومنظم. رقم 2، لو ما نظمتش البيت كله يبقى ايه الفايدة؟ غلط تماما. التنظيم ده بروسيس لا ينتهي. ممكن تبتدي ان شاء الله بدرج واحد، درج واحد لو بتستخدميه كتير وباستمرار، زي درج تسريحة او درج في المطبخ، ممكن يفرق جدا معاكي ومع كل سكان البيت. ابدأي بس وتشجعي ان شاء الله بانك تنظمي ربع ساعة كل يوم، أو تبدأي بحتة صغيرة جدا في البيت زي درج واحد. رقم 3، لازم أشتري منظمات وصناديق وليبلز عشان أعرف أرتب كويس. غير صحيح. ممكن تنظمي باللي عندك. ممكن أولا ما نستخدمش أي منظمات خالص، كل حاجة تفضل في علبها أو تتحط في الدرج أو في الضرفة أو على الرف زي ما هي لوحدها. وممكن كمان لو محتاجة تفصلي الحاجات عن بعضها، تستخدمي صناديق عندك زي الصناديق اللي بنشتري فيها الأحذية وهكذا. رقم 4، لو تخلصت من الحاجة دي هندم. وارد، ممكن فعلا نندم، لكن الاحتمال قليل جدا إننا نندم. لو حاجة بقالك فترة طويلة جدا ما استخدمتهاش، غالبا مش هتحتاجيها تاني. بس أنا هقولك على حاجة هتريحك. لو انت مترددة الحاجة دي انا محتاجاها ولا لا، افصلي الحاجة دي على جنب، حطيها مثلا في كيس او في كرتونة، حطيها في دولاب، واكتبي عليها التاريخ، وقولي لنفسك انك هترجعي لها كمان فترة معينة انت هتحدديها، شهر، 6 اشهر، سنة. لو كنت ما لمستيهاش او ما احتجتيهاش في خلال الفترة دي، تخلصي منها. وانا مش بقولك ارميها، اديها لحد لو هي حاجة فعلا مفيدة هيستفيد منها، بكده تكوني انت استفدتي وافدتي كمان. رقم 5، دي لسه على مقاسي يبقى لازم احتفظ بيها. مش صح ابدا. ممكن حاجة تبقى على مقاسنا بس مش عجبانا، او موضتها خلصت، او مش مناسبة للفترة دي من حياتنا. يعني مثلا كنا بنشتغل زمان في مكتب ودلوقتي ما بنشتغلش، او مثلا ما كنتيش محجبة وبقيتي محجبة، فمش معنى ان الحاجة لسه على مقاسك انك لازم تحتفظي بيها. رقم 6، دي كانت حاجة غالية وانا اشتريتها بفلوس كتير يبقى لازم احتفظ بيها. طيب انت خلاص اشتريتيها وصرفتي عليها الفلوس دي وكانت غلطة، ودلوقتي هي بقالها مركونة عندك سنين وما بتستخدمش. لو انت فضلتي ركناها سنين اكتر، الفلوس دي هترجع لك مثلا؟ اكيد لا. سواء بقى بنتكلم عن ملابس، ادوات في المطبخ، اي حاجة، ممكن تبيعيها، ممكن تديها لحد هو هيستخدمها ويحبها ويتبسط بيها، في احتمالات كتير. بس انك انت صرفتي عليها فلوس في يوم من الايام عشان كنت متخيلة انها تبقى مفيدة، مش سبب كافي لانك تحتفظي بيها. رقم 7، التنظيم بيحصل مرة في السنة وبعدين هبقى انا تمام بقية السنة. يا ريته كان صح، بس للأسف لا. التنظيم ده نشاط مستمر، لازم يبقى حاجة كده يومية في حياتنا. كل ما نستخدم حاجة نرجعها مكانها، كل يوم نحدد كام دقيقة كده نبص حوالينا نشوف المطبخ شكله ايه، الدولاب شكله ايه، عشان يفضل النظام اللي عملناه وقت ما عملنا الترتيبة الكبيرة يفضل على حاله الكويس. رقم 8، عشان ابقى منظمة لازم ابقى مينيماليست. لا 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 خالص، مش لازم ابدا.
كلمة نظام جاية من إن يبقى فيه أنظمة، إن كل حاجة يبقى لها مكان محدد، إن ما يبقاش فيه عشوائية في وضع الحاجات. بس أنتِ بتحبي الminimalism أو بتحبي يبقى فيه حاجات كتيرة موجودة مثلًا على الأرفف، ده مالوش علاقة. ممكن يبقى مكان مرتب وفيه أنظمة محددة وفيه حاجات كتير، لكن كل حاجة ليها استخدام وبنحبها وعلى مقاسنا. وممكن برضه أبقى أنا باحب الminimalism والمكان المنظم عندي فيه حاجات قليلة ومحدودة، الاتنين ما فيهمش مشكلة. رقم 9، هاحتفظ بيها عشان ممكن حد تاني يحتاجها في يوم من الأيام. انتِ مش مسؤوليتِك إنِّك تحتفظي بحاجة أنتِ ما بتستخدميهاش، عشان ممكن واحدة صاحبتِك أو واحدة قريبتِك أو أي حد تاني في يوم من الأيام يحتاجها. ولو حاسة إن فعلًا في حد هيستفيد منها أكتر منِّك، ادّيها له على طول، ما تستنيش إن هو في يوم من الأيام يحتاجها ويطلبها منِّك. رقم 10، الأولاد مش هيعرفوا يحافظوا على النظام فهاتعب نفسي ليه؟ لأ، ممكن يبقى في أنظمة مناسبة لكل عمر من أعمار الأطفال. الأطفال الصغيرين مثلًا بيفيدهم جدًا إن يكون في صناديق أو علب يتحط فيها الحاجات حسب نوعها، يخلصوا لعب يبقوا عارفين إن مثلًا العرايس في الصندوق ده، المكعبات في الصندوق ده، وهكذا. خلّي بالِك إن حاجات كتير من المفاهيم اللي قُلتها بتطلب منِّك إنِّك تتخلّصي من حاجات. عايزاكِ تعيدي التفكير كده في إن ده ممكن يبقى نوع من أنواع التبذير أو الهدر، بس هو مش كده أبدًا. التبذير الحقيقي في حاجتين، في إنِّك من الأول تقتني حاجات أنتِ مش محتاجاها، وفي تاني حاجة إن لو بالفعل اقتنيتِ الحاجة وما بتستخدميهاش، إنِّك تخلّيها عندِك في أثناء إن ممكن حد تاني ياخدها ويستفيد منها أكتر منِّك. طيب أنا وعدتِك إن هاقول لِك حاجتين، أول حاجة فيهم أكتر واحدة في المفاهيم دي بتواجهنا، أكتر واحدة هي رقم 1، الحاجة دي جات لي هدية فلازم أحتفظ بيها. دي بنشوفها كتير جدًا، جدًا، لإن في كده تعلُّق نفسي وعاطفي بالهدايا اللي جاية لنا. الحاجة بقى التانية اللي أنا قُلت لِك هاقولها هي رقم 11 اللي عايزين إن شاء الله نغطيها بتفاصيلها في فيديو تاني، وهي أنا المكان عندي صغير فمستحيل يبقى منظم. ده مش صح أبدًا، أي مكان مهما كان حجمه ممكن يبقى منظم، وبالعكس الأماكن الصغيرة محتاجة ترتيب ومحتاجة يكون فيها أنظمة أكتر كمان. وإن شاء الله نعمل فيديو في المستقبل عن أفكار لتنظيم الأماكن الصغيرة والضيقة. قولي لنا أسئلتِك وقولي لنا لو في مفاهيم غير ال10 أو ال11 دول عن التنظيم أنتِ تعرفيها.